مبهورة بالمطبخ بسم الله ما شاء الله، ومبهورة أكتر أو مبسوطة أكتر بذوق العروسة قد إيه كان بسيط وراقي وكل حاجة ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، طالعة بشكل حلو قوي وبرفكت زي ما انتوا شايفين. الليد بروفايل اللي موجود في المطبخ من فوق ده برضه عامل تاتش حلو قوي. النيش هي كانت بتحب البساطة، بصراحة أنا بحب الرصات البسيطة جدا، ففرشت لها النيش بالذوق بتاعها اللي هو الذوق البسيط. في عرايس لو فرشت لها نفس الذوق ده تقولي طب انت عملتي ايه؟ لا انا رأيي ان ده ابسط وده ارقى وده الترند، وان انت تعملي كمان حاجة تكون مريحة لعينك تقدري تستخدميها بشكل مثالي. عجبني قوي في النيش ده ان هو بيتفتح من الناحيتين، يعني انت مش مجبرة ان انت تطلعي اللي قدام عشان تجيبي الحاجة اللي ورا، لا هو الضرفتين بيتفتحوا، فبالتالي بتقدري تجيبي اي حاجة في النيش من اي مكان. معانا هنا واحدة مقابل النيش بالظبط، دي موجود فيها ادوات التنظيف، بيكون موجود فيها القطع البلاستيك اللي بتثبت فيها المقشات او المساحات او اي حاجة انت بتحطيها خاصة بادوات التنظيف. تعالوا بقى ندخل على المطبخ، واختصرت لكم فتحات الظرف وقفلات الظرف على قد ما اقدر عشان يبقى الفيديو سريع معاكم ومتزهقوش. ولو وصلتوا للجزء ده معايا من الفيديو وعجبك الفرش اللي انا فرشته للعروسه، متنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناه لو اول مره تنوريني في قناتي علشان يوصلك كل ما هو جديد من شغلي. زي ما انتم شايفين على الرخامه كده حاطين اغلب الحاجات اللي داخل فيها ستايل الخشبي، وبرغم ان الرخامه كان عليها حاجات كتير الا ان شكل الحاجه مريح للعين ومش مزعج. عجبتني فكره علبه الزبده اللي هي لونها ابيض وغطاها خشب وعليها معلقه كده شكلها لطيف قوي. اما هنا حطيت القطع الخشب اللي هي اللي بتلف، وحطيت عليها كل الحاجات اللي هي ممكن تحتاجها تكون قريبه جنب البوتاجاز، وحطينا قطع خشب او اللي هي القطعه بتاعه البيتزا وراها. موضوع الخشب ما وصلش معانا لحد كده بس، وصل كمان معانا للستاند بتاع الاطباق كان خشبي، حطيت عليه اطباق الجاتوه اللي هي تقدم منها للضيوف. حتى الديسبنسر بتاع الحوض نفسه كان عليه برضو قطع خشب، وللعلم الحوض بتاعها كان حوض سمارت. حطيت جنبه السكاكين، وهنا حطينا الحاجات الخاصه اكتر بالكوفي كورنر، وحطينا العلبه بتاعه العياشه. يعني حاولت ان انا اظبط لها الدنيا على الرخامه. موجود هنا بسم الله ما شاء الله الاجهزه اول ما بندخل للمطبخ على طول، سواء التلاجة او الدي فريزر. بالنسبه للوحده اللي ورا الكرسي على طول، دي فيها القطعه الاستانلس اللي هو بتاعه الخزين، دولاب الخزين الاستانلس اللي بيطلع كله بالضرفه. وهنا حطيت لها الكوبايات الخفيفة اللي هي كوبايات البايركس الخفيفة دي. حطيت لها هنا الأطباق قريبة من البوتاجاز عشان لو حابة تقدم منها أو تغرف على طول بسهولة. وحطت لها فوق كوبايات. هنا حطيت لها الزرع كده بشكل بسيط. تعالوا نتفرج على بيت الظرف، هي عموما ذوقها بسيط جدا في اختياراتها. حطت لها هنا الأجهزة اللي هتحتاجها أكتر تبقى بين البوتاجاز وبين الحوض، تبقى دي منطقة الاستخدام بتاعتها أكتر. دي أول ضرفة حطينا فيها الأجهزة، ودي تاني ضرفة. اما هنا حاطط لها بقى المجات الخاصة بالشاي والقهوة والحاجات دي، قلت تبقى قريبة من الحوض برضو. المطبقية هنا كانت فكرتها مختلفة، مش عارفة هي عملية ولا مش عملية، مناسبة ولا مش مناسبة، بس هي مش بتشيل كتير، وهو قلق شوية في ان هي تنزل يعني. خلاص انا بخاف اصلا منهم المطبقيات اللي بتنزل دي بصراحة، لان بيبقى ليها هبدة كده يعني ليها صوت. طبعا ما كانش فيه هنا مكان للاطباق، والاطباق مش عارفين هنا نفردها يعني، فحطيناها في ستاند كده. حطيت لها هنا الكاسات والكوبايات اللي هتقدم منها للضيوف بشكل بسيط جدا، ورفعت لها الحاجات اللي هي فيها الوان، لان هي مش بتحب الحاجات اللي فيها الوان خالص، بتحب الحاجات البسيطه اكتر. احييها على اختياراتها بصراحه في كل حاجه. تعالوا نتفرج على بقيه الظرف. حطيت لها في الظرفه دي فوق الدي فريزر، حطيت لها الصواني بتاعه التقديم وصواني الفرن بقى، طواجن وقوالب البايركس والبورسلين، كلهم حطيتهم لها في نفس الظرفه دي. تمام. بالنسبة للضرفة اللي فوق التلاجة حطينا فيها الحاجات الملونة، يعني هي بالنسبة لها طقم الشوربة والحاجات اللي هي فيها ألوان دي مش حباها، فرفعناها فوق. وفي طبعا حلل وحاجات في الضرف اللي فوق بس ما كنتش عارفة بصراحة اصورها لكم. تعالوا نتفرج بقى على الوحدات اللي تحت مع بعض. لو انتي حاجتك كتير بلاش الضرفة دي، او لو انتي حاجتك كتير وهتخلي بس استخدامك هو اللي تحت لحد ما مناسبة. لكن لو انتي ناوية تلمي حاجتك كلها جوه المطبخ، اعتقد ان الضرفة دي مش هتساعدك خالص. هي عايزة ايه؟ حد يكون استخدامه خفيف وحاجته يعني منزل بس الحاجات الاساسية اللي هو هيستخدمها. الدرج ده هي حاطه فيه الحاجات بتاعه التوابل، وحطيت معاها الفوط. انا حطيت الرفايع بسم الله ما شاء الله، كان موجود في الدرج من جوه درجين رفايع مع الدرج كمان اللي فيه الفوط وفيه الخزين. الدرج اللي تحته حطيت هنا الحلل اللي هي تستخدمها اكتر بالطاسات واللبانه، يعني كل الحاجات اللي هي محتاجاها اكتر خليناها قريبه لايديها. اما بالنسبه للضرفه اللي في الزاويه دي، حطيت لها في اول رف فوق صواني الفرن والقوالب، وحطينا كمان الكنك واللبانة والقطعة اللي هي بتاعة الزيت صفاية الزيت دي. وتحت حطت لها صواني البلاستيك والمصافي الاستانلس والعلب التلاجة، كل الحاجات الخاصة بالبلاستيكات وصواني الفرن والقوالب.
طبعًا قبل ما بافرش أي حاجة بنبدأ نجرد الحاجات اللي موجودة عند العروسة، وبنختار مع العروسة إيه الحاجات اللي هي تستخدمها وإيه الحاجات اللي ممكن تستغنى عنها، بحيث إن إحنا نرفعها لها في الوحدات اللي فوق. وقولوا لي كده في الكومنتات إيه رأيكم في ذوقها، هل أنتم بتميلوا للذوق البسيط أكتر والّا بتحبوا الحاجات اللي فيها تفاصيل وفيها شغل؟